السلام عليكم. السلام عليكم يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. احنا صايمين طبعا، وان شاء الله هعمل معاكم النهارده فراخ محشيه. دي فراخ شامورتي صغير، انا غسلاها بالليمون والدقيق والطماطم، وبشرت هنا بصلتين وجزرية صغيره، عصره ليمون وشويه التوابل اللي بتحبوها طبعا، وهدعكهم كده، وهحشي قلب الفرخه قبل ما احط الرز بتاعها. انا بس هحشيها كده هنا اهو، هحشي قلب الفرخه كده وتحت الجلد. انا حشيت اهو، طبعا هحشيها رز، بس انا بعمل قلبها الاول ببصلايه كده وبالتوابل، ونعمل تحت الجلد نورقها كده عشان تبقى طعمها حلو. هنا حبايبي اهو فرمت بصلايه عشان اعمل بيها الرز، هشوحها بس شويه كده تقلبتين، وبعدين انزل عليها بالرز. قلبت بقى تقلبتين كده لما الرز نضح ميته. الرز لما البصله نضحت الميه قلبتها اهو. انا بقى ما بعملش الكبد والقوانص معاهم، انا بعملهم لوحديهم، عشان الرز ده انا هخلي منه رز عادي ناكله جنب البسله، لان انا هعمل بسله. كزبره، كمون، فلفل اسود، شويه بهارات، معلقه قرفه. هنا يا حبايبي اهوت حطيت معلقه واحده زيت في الطاسه، وهنزل بالكبد والقوانص يا دوب بس يتشوحوا تشويحتين، عشان انا لما بعملهم في الرز عيالي مش بيحبوه في قلب الرز كده، في الرز كله. انا هحشي بيهم الفراخ مع الرز، يعني ما بيبقاش في الرز كل اللي هناكله جنب الفراخ. انا غسلاها اهي ورصاهم بطماطم، مش محتاجه ولا فلفل ولا اي شيء. واحط في كل فرخه بقى معلقه كده جواه قبل ما احط الرز. احشي بقى الفراخ بالرز اهوت، وادي الكبد والقوانص. وادي حبة زبيب، وهقلب بقى دول كده واحشي الفراخ بيهم بالزبيب وبالكبد والقوانص. انا ما خدتش كتير اهي، شوحتها، انزل عليها انزل عليها بالبسله،
هعمل الجزرايه مبشوره عشان اللون ما بيطلعش كده. بس تقلبتين كده تاخد وتدي مع بعضيها. اسرع بسله اتعملت. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي كده نسقطها اول 5 دقايق. اول ما هتغلي ان شاء الله بعديها بقى نروح ايه موطيين عليها. بصلايه هنا مع الطماطم، عصير نص ليمونه. انا بحب عصير الليمون في الشوربه، واروح ساقطه الليمون بالقشر. مش هغطيها بقى الا بعد 5 دقايق اول ما تغلي. ادي يا حبايبي بعد ما خلصت. لو عجبتكم الطريقه لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم. يا وعدي.